لو انت لسه ما شفتش المسلسلات دي فصدقني انت لازم تتفرج عليهم. اول مسلسل هكلمك عنه هو مسلسل في كل اسبوع يوم جمعه. بطله المسلسل هنا هي منة شلبي، وبتضطر ان هي تتجوز من شخص عنده اضطرابات عقليه واللي هو عماد. ولكن بعد ما بيتجوزوا بتبدا تحصل احداث وجرائم غريبه جدا في كل يوم جمعه من الاسبوع. صدقني ده واحد من اكتر المسلسلات الاندر ريتد، ولو ما اتفرجتش عليه فانت فايتك كتير قوي. تاني مسلسل هقول لك عليه هو مسلسل البيت بيتي. البيت بيتي مسلسل من بطوله كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، وبيحكي عن اتنين ما يعرفوش بعض ولكن الظروف بتجمع ما بينهم علشان حاجه معينه هتعرفها لما تتفرج في المسلسل. من بعد ما بيتقابلوا بتبدا تحصل احداث غريبه واحداث مش مفهومه وحاجات خارقه للطبيعه شويه. صدقني ده واحد من اكتر المسلسلات اللي ما ينفعش تفوتها لو انت بتحب المسلسلات الكوميديه وهيموتك ضحك. المسلسل ده ليه جزئين فيا ريت تتفرج عليهم قبل ما ينزل الجزء الثاني. ومن هنا نروح لاخر مسلسل هكلمك عليه وهو مسلسل ما وراء الطبيعه. ما وراء الطبيعه هو مسلسل من انتاج نتفليكس ومن بطوله احمد امين ونزل سنه 2020. مفيش شك ان ده واحد من احسن المسلسلات المصريه اللي نزلت في اخر 10 سنين. المسلسل ده بيحكي عن رفعت اسماعيل الباحث في ما وراء الطبيعه، ولو انت كنت قريت الروايات بتاعت زمان كنت هتبقى عارف مين هو رفعت اسماعيل. ولكن عموما لو انت ما قريتش الروايات دي فالمسلسل بيبدا معاك من الاول خالص، من قبل ما يبدا اصلا رفعت اسماعيل رحلته في المشوار ده كله. المسلسل ده تصنيفه رعب واتعمل بشكل حلو جدا، فلو انت ما شفتهوش صدقني اتفرج عليه عشان انت مفوت على نفسك مسلسل جامد جدا. وبكده قلت لك على المسلسلات بتاعت النهارده. ما تنساش لو الحلقه عجبتك لايك شير سبسكرايب، ابعت الفيديو لاصحابك عشان لو ما شافوش المسلسلات دي. لو حد فيكم شاف المسلسلات دي سيب لي رايه تحت في الكومنتات، وان شاء الله استنوه في الحلقات اللي جايه عشان اقول لك على حاجات اجمد بكتير. لو بتحب مراجعه الافلام والفيديوهات الطويله وفلوجات السينما هتلاقيني سايب لك لينك اليوتيوب في البايو، تابعني هناك عشان بننزل حلقات مختلفه خالص عن اللي بتنزل هنا. اشوفك الحلقه اللي جايه، سلام.